السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض رز باللبن، طريقة سهلة وبسيطة. انتوا عايزينه هقول لكم على التركات اللي انتوا عايزينها. انتوا بتحبوه الوش المكرمش، لكن انا ما بيفرقش معايا المكرمش ده. انا بصراحة بحب اللي هو بيبقى في قعر الحلة من تحت ده اطعم حاجة بصراحة. نبتدي مع بعض الوصفة. هنا انا عندي نص كوباية رز مصري عادي. بغسله كويس قوي وبنقعه دقيقتين تلاتة كده وبحطه على الحلة يستوي. انا عايزاه يستوي والمية كلها يتشربها ويبقى زي ما انتوا شايفين. هنا انا عندي الرزاية استوت وكبرت كده وبقت يعني شوية مهرية. تمام. عندي ريتل لبن، طبعا نقي اللبن يكون لبن بخيره من عند اللبان، بلاش المعلب ده. والمعلب برضو بيبقى جميل، بس يعني يفضل اللي هو فيه دسم، لكن لو ما فيهوش دسم ممكن تحطي قشطة او كريم شانتيه. ونص كوباية سكر، مناسب جدا نص كوباية سكر للريتل لبن. إيه، بلاش تكترها هيبقى مسكر زيادة عن اللزوم ومش هيبقى طعم لطيف. هو على الريتل لبن نص كوباية سكر هتعملي 2 ريتل، يبقى هي كوباية. بنقلب كويس قوي اللبن مع الرز عشان ناخد بالنا بس الرز ما يلطعش من تحت. بنقلب كويس قوي لما يعني دقيقتين تلاتة كده يندمجوا مع بعض. هنا انا بقى عندي هعمل النشا. عندي معلقة نشا ومعلقة كريم شانتيه، ما بزودش اكتر من كده. معلقة من دي ومعلقة من دي، وبقلبهم كويس قوي مع بعض. ولازم اصفيهم، لازم النشا لازم يا جماعة بعد حتى ما يتقلب في المية كويس قوي لازم يتصفى، علشان خاطر النيشة ساعات بيبقى مكلكع كده. فعشان تضمني ان هو ما يكلكعش معاك وانت بتحطيه في الخليط بتاعك وهو سخن، لازم تصفيه في مصفى وبعدين تبدأي ان انت تحطيه عندك. زي ما انتوا شايفين انا حطيت النشا مع الكريم شانتيه في 4 معالق ميه، ربع كوبايه ميه تقريبا، وبقلبهم كويس. وبعد كده بجيب المصفى بتاعتي واقوم مصفياهم كويس قوي قوي واتاكد ان مفيش اي تكتلات ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده انا بصفيه كويس قوي من التكتلات. هي والدتي ما بتعملوش بنشا، والدتي بتعمله كده، يعني النشا بتاع الرز بلبن ده التقليدي بتاع اهالينا، ما بيحطوا نشا ولا كريم شانتيه ولا الكلام ده، وبيطلع احلى رز بلبن. بس احنا بقى بنحب نعمل افتكاسات، بس بيبقى طعمه حلو برضه، بس طبعا مش هيبقى زي بتاع اهالينا. بعد ما قلبتهم وصفتهم كويس قوي هحطهم دلوقتي على الخليط اللي عندي على النار. طبعا الخليط اللي عندي على النار ده بقاله حوالي 5 دقايق بيغلي، طبعا النار وسط مش عالية قوي. هبتدي ان انا احط النشا مع الكريم شانتيه عليهم واقلبه كويس قوي قوي واسيبه يغلي لمدة من 4 ل5 دقايق كمان. نقلبه كويس قوي. وانا دايما بحب احط الفانيليا بعد ما اطفي النار، ما بحبش احطها وهو بيغلي، بحس ان الطعم والريحة بتاعتها راحت. فانا بعد ما هطفي على الرز بلبن هحط الفانيليا بتاعتي. طبعا قلنا زي ما قلنا هنسيبه يغلي مع بعض لمدة 5 دقايق تاني عشان النشا والكريم شانتيه يندمجوا مع بعض. تمام. ما عندكيش كريم شانتيه ممكن تحطي معلقة قشطة، ما عندكيش معلقة قشطة ممكن تحطي لبن بودر، ما عندكيش وممكن ولا تحطي ده ولا ده. اهالينا عمرهم ما حطوا الكلام ده. زي ما انتوا شايفين هنا انا بعد ما طفيت عليه حطيت كيس الفانيليا بتاعي. اهم حاجة تحطي فانيليا بودر، بلاش السايلة، لان السايلة ما بتبقاش حلوة مع الرز بلبن، البودر بتبقى احلى. بقلب كويس الفانيليا بتاعتي وابتدي ان انا ايه بقى افرغها معايا في الاطباق بتاعتي. زي ما انتوا شايفين انا بفرغها في الاطباق. طبعا انت عايزاه بوش مكرمش، حطي إيه مغرفة فيها رز والمغرفة التانية تبقى لبن او خليط اللبن بس، ده اللي هيخليه يبقى عندك وش مكرمش. بس انا بصراحة مانيش فارقة معايا. انا زي ما انتوا شايفين انا بقيت حبة حطيتهم في الحلة يتكرملوا ليا، بيبقوا متكرملين طعمهم حكاية.
جربوا المتكرمل ده يا جماعه. انا ما حبيتش اوريكم لان طبعا المتكرمل لازم تحكي الحله وكده، في ناس ما تحبش المنظر، بس انا بحب ده جدا. جربوه ومش هتندموا. اتمنى الوصفه تعجبكم، اتمنى تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.